كنت نزلت قبل كده ان جالي حاجات من ميديكيوب بس ما اتكلمتش عن رأيي فيها. ففي الفيديو ده هقول لكم رأيي فيها وهقول لكم ازاي انتوا كمان يجيلكم لو عايزين، يعني بعد الريفيو اللي انا هقوله. مش عايزه اتاخر ان انا اقول لكم ازاي انتوا يجيلكم، بس هو عباره عن ويب سايت بتدخلوا فيه الاكونت بتاعكم انستجرام او تيك توك او كده، يكون بابليك ولازم يكون فيه عدد فولورز، ما اعرفش بصراحه قد ايه، وبعد كده بيبعتوا لكم على البيت. فانا جات لي الحاجات، كان قبل فرحي بحاجه بسيطه، بس كان من ضمن الحاجات اللي قلت لي عليها في الفيشل اللي استخدمها في الروتين بتاعي كان السيرم ده بالصدفه، يعني PDRN مع الروتين التاني اللي هو اللي انا نزلته قبل كده. انا قلت طب كويس، ده ميديكيوب بعتلي، فدي فرصه حلوه قوي ان انا اجربه. جربته من هنا، حبوب ملت وشي. بعته لفاطمه اللي انا عملت عندها الفيشل، قالت لي وقفي ده بس كملي على الروتين عادي. وقفته وكملت على الروتين والحمد لله وشي هدي وقعد فتره هادي. قلت يمكن انا متوتره والحبوب دي ملهاش علاقه بالسيرم، وده من اللي هو ايه قبل الفرح طبيعي، اللي هو عندي مناسبة فطبيعي يطلع لي حبوب. فقلت اجربه تاني وجربته تاني وطلع لي حبوب تاني. فانا السيرم ده كان سيء جدا معايا، واللي عرفته بعد كده ان الPDRN اللي فيه من مستخلص حيواني سلمون. في منتجات تانية فيها نفس الPDRN بس مستخلص نباتي، فده بيكون احسن مع البشرة الحساسة. مع اني شفت ناس كتير قوي بتتكلم انه حلو، بس هو معايا انا ما كانش حلو خالص. وده كمان من نفس اللاين، قلت اجربه لما وقفت ده، قلت اجرب ده، وبرضه يعني بيرطب عادي بس مش مناسب لبشرتي انا او لاي بشره حساسه. يعني حاسه ان هو تقيل شويه عليها، محتاج بشره اصلا قويه شويه عشان تستحمل. جربت الماسك ده بقى مرتين، كان كويس بس عادي. الحاجه اللي اقدر اقول عليها حلوه بعد استخدام 4-5 مرات هو الكلينزنج بالم ده، وهو من ابريل سكين تبعهم برضو، يعني تقريبا هم شركة بينتجوا كذا لاين، فده لاين كده منهم. مرة كنت ناسية الغسول بتاعي وكنت مسافرة، بس كنت واخدة ده، كنت بستخدمه من غير ما اغسل وشي بعده، مع انه هو فيه زيوت فالمفروض ان انا اغسل وشي بعده، بس انا ما كانش معايا ده، انا مستخدماه اهو. لما استخدمته كذا يوم ورا بعض ما عمليش اي مشكلة وما عمليش اي حبوب. ريحته شبه يعني عصير تانك، هو بقى ريحته كده بالظبط. لو فاكرين فيديو الانبوكسنج فكانوا باعتين حاجات كتير، بس انا دلوقتي مقلقه قوي ان انا استخدم حاجه منهم. فلو جربتوا حاجه منهم قولوا لي. انا عارفه ان الريفيو ده اتاخر شويه، بس بصراحه عشان كنت قاعده بجرب، يعني مش عارفه اقول ايه. فانا لسه هجرب تاني حاجات، بس واحده واحده بصراحه، عشان ما صدقت بشرتي بقت اهدى. بصراحه هتلاقوني بحكي معاكم كتير الفتره الجايه، قاعده كده بقول ما كفايه بقى فويس اوفر ونقعد نتكلم عشان نعرف بعض. فبس كده.